بتقري كا. يعني ايه كا؟ كا يعني الايجو، النفس. الكا اللي هي النفس. طيب ليه المصري القديم كان بيحط تمثال بيمثل الكا في المقبرة؟ المصري القديم آمن إن كل إنسان ربنا خلقه في الدنيا هو عبارة عن 7 حاجات، مش أكتر مش أقل، 7 حاجات بالظبط. أول حاجة رن، الاسم. لذلك المصري القديم كتب الاسم جوه خرطوش علشان يحفظه، علشان عارف إنه هيستخدم الاسم ده في العالم الآخر. وكان المصري القديم بيحافظ على سمعته حفاظا على اسمه، علشان عارف ان هو هيستخدم الاسم ده في العالم الاخر. فاول حاجه رن، الاسم. تاني حاجه جت، الجثمان. علشان كده المصري القديم كان بيحنط الجثمان، او كان بيحافظ عليه، او بيحافظ على صحته اثناء حياته، علشان عارف ان من ضمن الحاجات اللي هو هيستخدمها في العالم الاخر الجثمان او الجت. نمره 3 الايد، القلب. المصري القديم كان مؤمن ان ده اهم عضو من اعضاء الجسم. ليه؟ لان القلب هو اللي بيوضع على الميزان علشان يتعرف صاحبه اذا كان انسان كويس او انسان وحش. فالقلب ده هو اهم عضو في الانسان. والمصري القديم رسم القلب على هيئه كونتينر، حاويه. ليه؟ لانه امن ان نمره 4 اللي هي البا، الروح، بتسكن في القلب، محلها القلب. تمام؟ ودي نمرة 4 اللي هي الروح. نمرة 5 كا، النفس. ولذلك عمل تمثال بيمثل النفس وحطه في المقبرة، وحط عليه العلامة بتاعت الإيدين المرفوعة لفوق دي. ليه؟ لأن النفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها. فيها الاثنين، فيها قمة الفجور، فيها قمة التقوى. تمام؟ نمرة 6 الجو أو الخبت، الظل. ماشي؟ المصري القديم أدرك إن الظل خلق منفصل. ولما نيجي نبص في القرآن الكريم نلاقي إن الظل ربنا بيتكلم عليه كخلق منفصل. ولله يسجد من في السماوات والأرض وظلالهم بالعشي والعصر. يعني إذن الظل خلق منفصل. الآيات كثيرة في القرآن اللي بتتحدث عن منفصل. تمام؟ ونلاقي المصري القديم عارف ان الظل ده خلق منفصل وهو من مكونات الانسان في مصر القديم. نمره 7 الاخ، والاخ هي النورانيه. المصري القديم امن ان النورانيه دي جوه كلنا جوانا نورانيه، ولكن بعض الناس المحظوظه بتكتشف هذه النورانيه وتستخدمها اثناء حياتها، وبعض الناس الغير محظوظه او الغير موفقه بتعيش حياتها وتموت دون ان تصل الى مرحله النورانيه اللي هي الارتقاء، اللي هي رقي الروح وسموها وتحكمها في الجسد وتحكمها في حياه الانسان. دي فلسفه المصري القديم عن ماهيه الانسان عنده، وهي دي الامانه. ان المصري القديم ادرك ان دي الامانه اللي خدها من ربنا، اللي هي الاسم والجسم والقلب والروح والنفس والظل والنورانيه. 7 حاجات. لذلك كل المقابر اللي في مصر القديمه بتتكلم عن ال7 حاجات دول. اي حاجه ما فيهاش الحاجات دول، ال7 حاجات دول تبقى مش مقبره. تمام؟ ومن ضمن هذه الايتمز ايتم مهم جدا هو الايتم بتاع النفس. ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا.